يا كريم، يا فتاح يا عليم. كل يوم كده اهوت على الصبح اعمل يا مطاوع، اقنص يا مطاوع، زفت يا مطاوع، زي ما يكون مفيش في البلد غير مطاوع. والمين؟ للدكتور بتاعي دفعتي، ويبقى دكتور وانا زي ما انتم شايفين التمرج بتاعه ده اهو، ولا بيفقه شيء في اي شيء. عامل لي فيها دكتور وهو ما حصلش دكتور حمير، ولا يفهم اي حاجه في اي حاجه. اخر بس قاعد لي كده، ايه يا ابني عامل ايه؟ انت عندك ايه؟ كورونا؟ تمام. ولا يفهم شيء في اي شيء خالص، وكان دفعتي. والمشكله ان هو كان بياخد السنه في سنتين. انا مش عارف في ايه بالظبط، ايه اللي حصل؟ يلا خير الحمد لله. اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مين؟ هتعمل ايه غير كل اللي انت هتعمله دلوقتي؟ تجيب لي ورقه استقاله عشان ارفدك. يا دكتور ده انا بحبك، ده احنا كنا في تخته واحده يا دكتور. انا اقدر اكلمك؟ انا دكتور بهايم. لا انت دكتور حمير. انا قلت حمير. انا دكتور حمير. لا دكتور بهايم. دكتور بهايم. لا بص يا مطاوع، اتفضل يا دكتور. انت اخر يوم ليك هنا في المستشفى. لا يا دكتور مش اخر يوم ليا هنا، انت لان المخرج ما قاليش اللي ده اخر يوم ليه. لا بعد المسرحيه هيطردك من الفريق. لا مش هيطردني. هيطردك. لا مش هيطردني. طب يا مطاوع، وربنا لنفخك لما اطلع دكتور. طيب اطلع بس دكتور، بس مش هقرع. تعالى يا بنت. بس مش هقرع لما توصل في بس المستوى مش هقرع. تعالى لا انا عندي شعر. اطلع بره. لما نشطل والمسرح بتاعي. طلعني بقى. اطلع بره يا مطاوع عشان ما اطلعكش قدام الجمهور. حاجه تزهق. دي اخرة التعليم المجاني. انا مش عارف بيوظفوهم ازاي دول. السلام عليكم. زهقت. عامل ايه؟ مالك إيه؟ قايل ليه كده وهايص؟ في صوتك مصرخ الدنيا. مطاوع، ماله؟ انا دكتور بهايم. لا دكتور بيطري. هاي دكتور لا ايه؟ إيه حيوانات اقصد. ماشي يا دكتور احمد، حتى انت كمان. ما تاخدش عليه طبعا، ده حد ياخد عليه. لا انت انا عارف لازم على قد. لازم النهارده هنفده. معلش لا. معلش لا مش هسكت. معلش حقك عليا. مش هسكت يا دكتور احمد. معلش اهدى بس كده، ما تعملش عقلك معانا. ده صغير. مساء الخير يا دكتور. اهلا. لك يا استاذ كمال. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ ازيك يا استاذ كمال؟ الحمد لله في نعمه. ازاي صحتك دلوقتي؟ مش انا قلت لك اللي بيخش عندنا بيطلع زي البومب؟ الحمد لله يا وديك دكتور. زي نشكر ربنا. البومب اهو. الحمد لله. مش حاسس ان احسن الاول؟ احسن كتير الحمد لله. الحمد لله. انت برضه بترش يا دكتور؟ طبعا تعالى بقى طمني على نفسي، انا مش هينفع كده. طيب اتفضل اكشف. اتفضل. اقعد على الكرسي. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ والله يا استاذ كمال. تعالى يا دكتور. انت اللي عيان ولا ايه؟ لا قول اهو. انا اللي اقول، انت بتقول انت. لا قول كده. ربنا ياخدك يا دكتور. ليه بس؟ يا مسلم. هو واحد عندنا في المستشفى بس؟ هو كلها هي شغلانه؟ انت تعالجني بالاول؟ لا يا دكتور كمال، انت بقيت كويس جدا. الحاله واضحه. انا مش الدكتور كمال، انا استاذ كمال. عادي، احنا الاثنين فاهم دكاتره، غلط. اللي يخش هنا يبقى دكتور. انا قلت كده برضه، انا عايز ارد عليك فين، ربنا يستر عليا والله. لا الحاله بقت واضحه جدا وبقيت كويس. حتى لو مش مصدقني قول لي. الف مبروك يا استاذ كمال. هو يا دكتور كده بص خفيت تمام الحمد لله. الحمد لله نشكر ربنا. هحتاج علاج تاني يا دكتور ولا كده انا خلاص؟ بص يا سيدي، اهم حاجه تمشي على الدواء ده. تاني برضه؟ طبعا، واحنا لسه خلصنا؟ انت خدت 15 يوم، في 15 يوم وان شاء الله تتحبس. قصدي يعني شكلك بتجرب فيا اصلا. ربنا يستر. ده احسن دكتور عندنا ده. والله الاوحش يبقى شكله ايه؟ دكتور بيطري. دكتور يا استاذ كمال. بشري أقصد. في ايه؟ بشري. اتفضل. بس يا دكتور احمد بطل تعليقات الله يخليك. خلينا نشوف شغلنا. طيب يعني انا كده خلاص الموضوع الحمد لله بخير. مش انت مصدق عندك إنك شك خفيت. ولا ايه؟ اطمن على نفسي يعني، واقعد مع اولادي وانزل مصنعي والكلام ده كله. حضرتك عندك شك؟ قول لي. الى حد ما يا دكتور. طيب بص لا. يا سيدي، احنا عندنا مدام سوسو اللي تمام اتعالجت هنا في المستشفى. تمام. كل الناس كان عندها شك ان المستشفيات الحكوميه ما بتقدمش خدمه، اللي يدخلها ما بيطلعش حي. دي مثال حي اللي حصل، وشفت وخفت تماما. تمام. انا هندهلك عليها تحكي لك تجربتها مع الكورونا. اتمنى مفيش مشكله يا ريت. مدام سوسو. ثانية واحدة. مدام سوسو
تعالي اتفضلي. يا مدام سوسو. يا سوسو. حد ينادى يا جماعه. سوسو يا سوسو. ايوه يا دكتور. بص يا مدام سوسو، استاذ كمال من 15 او 16 يوم تقريبا دخل عندنا ان هو كان عنده نفس الحاله بتاعتي. فبعد اذنك لو سمحت يعني لو سمحت تحكي لنا بس التفاصيل وتطمنيه عشان خاطر هو قلقان من جواه. من جواه. طب وانا ذنبي ايه؟ معلش قلب عليا المواجع ليه؟ انا فعلا قلقان وخايف يكون اللي انا خدته ده مسكن، مش اكتر، مش علاج. وضحي لي يا مدام سوسو. لو حضرتك المستشفى فعلا بتاعتنا علاجها تمام وبتخف من الناس على طول. يعني اتفضل. انت بس يا دكتور ليه بس كده؟ ليه بس كده؟ يعني معلش. هتخليني بس كده افتكر الايام السوداء اللي انا عشتها. حقك علينا معلش. لا مش سودا ولا حاجه. وانت هتبقى كل ما ذاكرة يجي كويس. لك عيان تنادي على مدام سوسو. لا هي هي واحد. مدام سوسو دي لا ده استاذ كمال بس هو واحد بس. ايه اللي معادك جوه؟ طيب انا مش فاهم يعني. انت مشيت؟ اتفضلي يا مدام سوسو، احكي لنا وطمني استاذ انا كمال. بصراحه قاعده هنا عشان مرتاحه. هي مستشفى حكومه بس مرتاحه فيها. معقوله؟ وجميله جدا وفيها كل الخدمات. ما تسمعوش الكلام، مش كل ما تسمع تقول لي اللي راح مستشفى حكومه لا قطط، لا افران، لا مش عارفه ايه. لا، في حاجات ايجابيات كتير، مش كل حاجه سلبيه تصدقوها. لا، انا رحت مستشفى حكومه من غير واسطه ومن غير اي حاجه، ودخلت كده بنفسي والحمد لله. بس كنت تعبانه جدا، كانت ظروف صعبه قوي. لو قعدت احكي لكم هتتضايقوا. كل الناس بتعيا، كل الناس بيجي لها برد، وكل الناس بتتعب وبتعمل عمليات. بس ايه اللي مرض كورونا ده؟ ده مرض لعنه، مرض متعب قوي، متعب نفسيا مش متعب جسديا. بيبعدك عن حبايبك، بيبعدك عن اصحابك، بيبعدك عن اقرب الناس ليك. كل الناس بتجري منك وبتخاف منك، كل الناس ما بتقدرش تقرب منك، اكنك فيك حاجه وحشه. كان احساس صعب قوي يا دكتور، احساس صعب قوي. صعب قوي انك تحس نفسك تحضن ولادك، مشتاق لهم حتى لما تخرج من المستشفى، وخفيت بس خايف تعديهم، خايف تنقل لهم الفيروس. هتعمل ايه؟ هتفضل قافل على نفسك وعازل نفسك. بس مع كده كان في ناس حلوه قوي تسال عليك، وجيران طيبين، وسبب طالع نازل طالع نازل، ناس بتهتم بيك. الحمد لله، نشكر ربنا، الحمد لله. هي دي مش مستشفى الامل؟ ايوه دي مستشفى الامل. الحمد لله الحمد لله. وشك ما يجيش امل اصلا. مين ده؟ تعال ثانية واحدة. تعال. أنا بهلول. تعالى. تعالى يا بهلول هنا. ايه سيبه يا أستاذ كمال بعد إذنك. أنت دكتور؟ أيوه يا حبيبي. مش باين عليك. ليه؟ باين عليك حمار. ما أنا أقرع عاوز الفل. أقرع؟ وأنت دكتور؟ لا. أنت ابن ناس. الله يخليك. وأنت مين؟ عليه ده انا ولا عيان ايه؟ بس ده حمار فعلا. تعالى بس تعالى هنا يا أستاذ دكتور. كمال. أستاذ بهلول. أنت اسمك إيه؟ ثواني يا دكتور بس. هو لا أنا ثواني خدتك أنت ولا بس إيه؟ بلا ثواني ولا حاجة. أنت مين؟ ما تخافيش يا مدام. خبيني يا دكتور. يا دكتور بعد إذنك بس. أتعرف. لحظة واحدة. قول اهي. ده مجنون يا دكتور. مجنون؟ لا مش راجل كويس. مش مجنون. امال ايه اللي عامل في نفسك كده ده طول ليه؟ واحد. طب اديني فرصه اتعرف. اتفضل. خد بس اقول لك رايح فين. هتعرف. خد خليه بس اقول يتعرف يا لك. استاذ طب كمال. هو خليه يتعرف يا خليه إيه؟ يتعرف بس. ده شكله بس يعني اللي هو ايه؟ مساء الخير. انا اديتك مساء النور. على فكره عندها كورونا. انا بقول لك لا انا خفيت. وانا عندي كبال. برضو. ايه؟ مساء الخير. مساء النور. سوست. انت اسمك ايه؟ طب تعالى كده بس شويه. مش هتقولي لي اسمي؟ لا مش هقول. طب عشان خاطر. انا اسمي سوسو، انا عايز اعرف انت حكايتك ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ وبيدلعوني يقولوا لي يا ساسو. وانا بهلول في اسطنبول. بيدلعوك يقولوا لك يا ايه؟ يا بهلو.
يا بهلول. وايه اللي جابك عندنا هنا يا بهلول؟ ايه يعني الجديد في كده يعني؟ وايه اللي جابك عندنا؟ انا كنت في المستشفى الخاص. ايوه. وداخل بكرامتي وببدلتي. يا عيني على المستشفيات الخاصه. قعدت يوم واثنين وثلاثه وقال ايه؟ جايبين لي مزه تطبطب عليا وكل يوم ياخدوا مني 2000 جنيه. كانت بتطبطب عليك؟ كانت وكانت حنينه قوي. يا روحي يا سيدي. يا روحي يا روحي. هي المستشفيات الخاصه كده. كانت حنينه قوي. وكانت كمان ايه؟ بتطبطب عليا وتعمل لي مساج وانا بقعد كل يوم 2000 جنيه. ب 2000 جنيه بس؟ لحد ما الفاتوره عليت وسمعتهم بيقولوا ده مش هيخرج بهدومه الا لما يدفع اللي عليه. يا عيني. ما لحقتش الا سروال جدي اللي وارثه عن جدي والله العظيم والجاكيت ده اهو. الحمد لله ان سابوا لك السروال. فهربت. كان البنطلون فاتي سيب السروال لا يقع، ده انا ساند بيه البنطلون. عشان تعرفوا ان المستشفيات الحكوميه مستشفيات 100 100. هي بعد اللي انا شفته ده حقيقي. فقلت اهرب وهربت وجيت على هنا مستشفى الامن. بتعالج البني ادمين طبعا. وبتعالج البهاي طبعا. مش كده برضه؟ عليك. دي مستشفى الامل الولاده دي يا باشا. بقول لك انا كنت في مستشفى الامل. انت كنت في مستشفى بتعالج الامل؟ برضه البهايم. يا ريتني كنت الامل. الله يا ريتني الله. كنت الامل. ده شكلك كنت البهيمه الله. نفسها. بقول لك ايه؟ نعم. في الجنبوازين يا اخرة صبري. ماله يا اختي اخرة صبر؟ صبر. انت ما تبركيش السروال. انت باين عليك بخيل. البنطلون في الكواليس ما تقلقيش. وانا مش هتجوز واحد بخيل. لا من قال ده انا يوم ما اتجوزك عليا الطلاق لا اذبح لك 3 جاموسات ومعزتين. كذاب. مراته قاعده تحت تسمح بكده. هتنفخك. ومعزتين؟ يا ابني ما تستروا عليا. مش قادر. هي مش قادر. انا مستعده اتجوزك بجد؟ بس مش هتروح النهارده. هنشوف لك حته تبات فيها. طب انتوا مش هتودوني العنبر؟ ثانيه واحده. انا عايز اتعاهد. هات الواد الفراش اللي انا كنت خلاص هضربه يا ده. دكتور عالجوه بقى. عالجوه زي ما عالجوه. طاوع يا دكتور. يا مطاوع. خد الملبوس قصد انت تاني يا ابني. انت تاني؟ انت هتاخده انت وتخرج. شفته قبل كده؟ لا. طب خده ووديه على عنبر العزل بسرعه. يلا انت اعمل ايه هنا؟ يلا يا مطاوع. مطاوع. يا مطاوع. يلا تعال. بالراحه عليا يا مطاوع. يا دكتور انت مش هتعالجه. تعالي يا سوسو معاه عشان يخش جوه. مطاوع نعم. انا عايز سوس. عايز سوسو؟ يلا طيب. يلا وهنجيب لك سوس. لا يا دكتور. انا عايز انا عايزه اتعالج. مش عايزه اتجوز. لا انا مش داخل العنبر الا لما تجيبوا لي سوس. ماليش دعوه انا عايز سوس. اتجوز مجنون يا ربي. انا عايز سوس. انا اتجوز مجنون. يلا تعالى يا سيدي عليك. خلاص يا خلاص بقى ابعد عنها. لا عشان ابعد. خاطر ابعد. مش هطلع الا لما تجيبوا لي سوس. عيب. يا ابني بس اسمه ايه؟ تعالي يا سوس. يا واد سيبها. اوعي. انت عايز تتجوزيه؟ عايز تتجوزيه؟ انا عايز تتجوزيه؟ هتجوز. تعالى اتجوز. يا عم اوعى كده انا عايز سوس. انت مين انت يا ليفا شكله انت؟ بيعشق انا سوس. ليفا. خلاص يا مطوع اوعى. طيب خلاص. ممكن زغروطه بعد اذنكم؟ مبروك يا سوس. صوتي يا مراتي هتجوز عليكي. صوتي يا مراتي هتجوز عليكي. شكرا. يا استاذ كمال. صدقت. صدقت ايه؟ إيه؟ مجنون وواحده عيانه جوزتهم لبعض. لا يا استاذ ايه كمال. الهبل ده؟ استاذه سوسو اقنعتك بالكلام بتاعها؟ هو انا اقتنعت. طيب بس اتفضل الحمد امشي. لله يعني. مع انت السلامه. بتطردني؟ يلا خدي العلاج بتاعتك عشان عندنا هي اجتماعات. المستشفى حلوه بس انت اللي مش حلو. ربنا يسترها علينا يا رب. الله يخليك. عرفت يا استاذ كمال. ربنا ياخدك يا دكتور البهايم. شكرا. الله يسامحك. اتفضل يا استاذ. انا محترم وابويا رباني وصرف عليا. باين. طبعا. احنا عاملين الاجتماع ده النهارده يا دكتور علشان خاطر نتكلم على الاجراءات اللي لازم كل شخص يتبعها لعدم نشر الوباء اكثر من ذلك. لكن ازاي الدوله تلغي الحظر كده اهو واحنا لسه في مرحله صعبه والوباء لسه منتشر؟ يا دكتور احمد لازم يحصل، لان لو فضلنا في حاله الحظر الاقتصاد هينهار وهيحصل مشاكل كتير وناس كتير ظروفها صعبه. فعلا الاختيار صعب، لكن للاسف مفيش حل قدامنا غير كده. في دول كتير على فكره اتخذت نفس الاجراء عشان تحافظ على اقتصادها. باين علينا في حاله حرب فعلا. ايوه طبعا.
الهدف من تصنيع الفيروس وإطلاقه هو ترجيع الدول وانهيارها. واللي ما قدروش يعملوه بثورات الربيع العربي يعملوه بالفيروس. بجد الواحد بيحمد ربنا ان القياده السياسيه بتاعتنا منتبهه لكل هذه الامور ودايما سابقه في الاستعداد لمواجهه الازمات بوعي سياسي. لا 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 لا. ليه بس؟ لا يا دكتور احمد. ليه بس؟ مش بس الازمه دي، ده احنا كمان بنواجه حرب عالميه من كل الاتجاهات. معانا الحرب الارهاب في سيناء، وداعش من ليبيا من الشرق، وحماس واسرائيل من الغرب، وما تنساش تركيا. ولسه كمان صد النهضه من اثيوبيا. وما تنساش تركيا واللي بتعمله في ليبيا علشان تحتل ثرواتها وتهدد امننا على الحدود الغربيه. بجد القياده السياسيه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واقفين وقفه اسود على كل الجبهات ورافعين اسم مصر عاليا قدام العالم كله. فعلا فعلا ربنا ينصر مصر ويحافظ عليها ويحافظ على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان قد كلمته لما قال مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. اتفضل يا دكتور. اتفضل. يلا عشان نحضر الاجتماع. والأزمات. أنا جيش مصر، أنا الجيش الأبيض، أنا الأمن والأمان والاستقرار. وأنا ابنها من لحمها ودمها، وريدي بيمشي في اسمها. ولو على الكلام هقول كتير، ولو على الوصف مفيش زيها. أنا ابنها. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. أنا بشكرك وتحية خاصة للمرحوم صديقي. أنا مش قادر أتكلم. شكرا شكرا. تعالي يا مدام. مش كده مش تعرف بدور يان الفنان الجميل باسم المصري. يا جماعه ايه هو لما يتضايقوا اديني فرصة بقى عشان انا اللي جاي. كما قامت بدور سو الفنانة الجميلة سوسنة. قام بدور محمود ومطاوع الفنان الجميل الشاب محمود محجوب. قام بدور وائل الفنان الجميل الصاعد حازم أسامة. كما قامت بدور شان سندريلا إدارة حدائق القبة جودي لاشين. سندريلا حدائق القبة في الاستعراضات جودي لاشين. كما قامت بدور هان الجميلة ملكة التنورة، أول ملكة تنورة في مصر، نوران أيمن. قام بدور إبراهيم
الفنان الشاب لؤي الجلب. كما قام بدور بسيوني الفنان الجميل إيميل قيصر. قام بدور شادي الفنان الجميل الصاعد الموهوب ابن المخرج يوسف جريزمان. كما قام بدور كمال النجم الجميل الفنان مايكل ظريف. قام بدور الدكتور والأب الفنان الدكتور وجدي وهيب. كما قام بدور والد إبراهيم الفنان الكبير مجدي جرجس. قام بدور المذيع نوفل الفنان الكبير ملك الشاشة هاني حليم. قامت بدور ياسمين نجمة فريق كلاسيك الفنانة الصاعدة المهيبرة مادونا نبيل. قامت بعمل الميك اب الفنانة سامية سعد. كما قامت بدور الجدة والأم ومسؤولة الإكسسوار الفنانة الجميلة ميرفت رياض. قامت بدور سلوى وتصميم الديكور وتنسيق الصوت والإضاءة الفنانة الجميلة الصاعدة ميرنا عادل. قام بدور الدكتور مساعد المخرج الفنان عماد نوفل. وطبعا قامت بدور سوسو مساعد مخرج منفذ، واللي شالت الفريق الفنانة ساسو سمير. من غير لجلجة قام بدور المجنون. وطبعا انا بشكر الاطفال اللي شرفونا في العرض. اسميكوا ايه؟ مريم اطلعي، وندى ويحيى، وانت اسمك ايه؟ ونور. سوف قام بدور المخرج والمؤلف والكاتب الأستاذ هاني يوسف.